اهلا بيكم في قناتي. لاول مره تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل وصفه انزلها. هنعمل النهارده مع بعض البيتزا الايطالي الخطيره دي، بجد تحفه. هنعملها بطريقه سهله خالص ومكونات بسيطه جدا، وهتتظبط مننا من اول مره. اتحدى اي حد لو ما كانش طلعها بالنتيجه ديت. المقادير بتاعتها مظبوطه بالشعره، بجد هتعجبكم جدا. اول حاجه انا معايا 3 كوبايات من الدقيق، ومعايا كوبايه صغيره من الزبادي، ونص كوبايه من اللبن الرايب، ومعلقه من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعلقه من البيكنج باودر، ونص كوبايه زيت، وذره ملح صغيره. هحط بقى المكونات السائله كلها مع بعض زي ما احنا شايفين. حطيت اللبن الرايب، وحطيت الزبادي، وحطيت الخميره، وحطيت معلقه كبيره من السكر. هدوبهم مع بعض بالشكل ده كويس كده. مفيهاش اي حاجه خالص، بسيطه جدا ومغذيه جدا. العجينه نفسها مغذيه جدا. مش هنعجنها بميه خالص، هنعجنها باللبن الرايب والزبادي عشان تكون طريه وهشه زي ما شفتوها معايا في الفيديو. هنزل بنص كوبايه من الزيت بالشكل ده، وهدوبهم كده مع بعض كويس. هحط بقى الملح والبيكنج باودر على الدقيق، وهنزل بيهم كده على الخليط السائل بتاعي. هعجن بقى العجينه كويس. ممكن ان احنا نعجنها في العجان، بس مش كلنا عندنا عجان. انا ما حبيتش ان انا اعمل الوصفه في العجان عشان ما عجزت ناس كتير ان هي تعمل الوصفه. لا عادي، العجينه سهله خالص، بتتعجن كده على الايد من غير عجان، ونفس النتيجه. هعجنها بس حبه كويسين كده بتاع 3 4 دقايق لحد ما العجينه بتاعتي تكون بالشكل ده. دي عجينه طريه، انا مش عايزه العجينه تكون ناشفه. هغطيها بقى كده بالاسترتش، واحطها في مكان دافي ويكون ضلمه، يعني فرن البوتاجاز. اولعه واطفيه تاني، وبعد كده احط العجينه بتاعتي في الفرن تخمر نص ساعه. هي خدت معايا بالظبط 40 دقيقه. هحضر بقى الصلصه بتاعتي. هحط معلقه من الزيت، وهنزل عليها بمعلقه من الثوم. صلصه البيتزا دي تحفه. هحط بقى معلقه من الثوم، هبدا ان انا اصفرها كده. انا مش عايزه احمر الثوم قوي، انا هصفره بس. هنزل بقى بالصلصه بتاعتي، ودي معلقه صوص باربيكيو، وهنزل كمان بمعلقه من الكاتشب. صوص الباربيكيو بتخلي الصلصه بتاعت البيتزا تحفه، مع الكاتشب مع الثوم، بجد بتوديها في حته تانية خالص. احط بقى توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسود. دي كل التوابل بتاعتي، مش هحط اي حاجه تاني. خلاص خلصت معايا بقى. احطها في حاجه تبرد. ما خدتش وقت خالص، والعجينه ما خدتش وقت خالص. انا بحضر الحشوه، بحضر الصلصه وقت ما العجينه بتاعتي تكون بتخمر. احط معلقه صغيره خالص من السمنه عشان اللحمه بتاعتي ما فيهاش دهون خالص. وهشوح كده اللحمه المفرومه. انا هحشيها لحمه مفرومه. طبعا ليكوا حريه الاختيار، تحشوها الحاجه اللي انتوا تحبوها. باللحمه المفرومه كانت حلوه جدا. ممكن نحشيها سوسيس، ممكن نحشيها بسطرمه، نحشيها اي حاجه انتوا تحبوها. بس انا حبيت ان انا اعملها باللحمه المفرومه، بجد كان طعمها حلو قوي. هشوح اللحمه المفرومه كده لحد ما تغير اللون بتاعها. هنزل ببصلايه مبشوره، بصلايه تكون متقطعه صغير خالص عشان ما يبانش الطعم بتاعها. وهنزل بنص معلقه توم صغيره. هشوحهم كده مع بعض كويس، وانزل بايه، نص كوبايه كده من صلصه الطماطم.
وهسيبها بقى تستوي كده شوية. خلاص استوت معايا اهيت. هحط بقى الملح بتاعي، هحط ملح وفلفل اسود بس. لو موجود عندنا زعتر او الاوريجانو ممكن ان احنا نضيفهم، بس انا مش حاباه الصراحه، بس هو بيبقى حلو جدا في البيتزا. انا كده خلصت الحشوه بتاعتي. هجيب بقى الصواني بتاعه البيتزا بتاعتي، لازم تكون الحواف بتاعتها قصيره بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هدهنها بمعلقه زيت صغيره خالص، وهرش كمان رشة من دقيق السميد. ده دقيق بتاع البسبوسة، بس مش اللي هو الأكياس الجاهزة، ده اللي هو السادة. لكن الأكياس بيبقى متضاف عليها جوز الهند ومنكهات، مش هينفع ان احنا نضيفها، فده دقيق اسمه دقيق سمولينا أو دقيق سميد. جيب العجينة بتاعتي وأقسمها نصين بالشكل دوت، وأعملها على شكل كورة، نحطها في الصينية. هبدأ أفردها بإيديا كده حاجة بسيطة. هرش عليها بقى رشة دقيق عشان ما تمسكش في النشابة بتاعتي، وهبدأ ان انا افرد كده العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هعملها بسمك مظبوط، انا ولا عايزاها تخينة قوي ولا عايزاها رفيعة قوي، تكون مظبوطة. هتشوفوا السمك اللي احنا هنوصلها، هنشوفه مع بعض. هظبطها بقى كده بايديا عشان اخلي الحروف اعلى شوية من البيتزا من النص. هعمل برضو في التانية نفس الكلام، هرش رشة من الدقيق السمولينا او دقيق السميد، وهبدأ ان انا افرد كده بالنشابة. انا مش فردها قوي، مش عايزاها تكون رقيقة زيادة عن اللزوم. هي مش هتنشف معانا خالص، لان احنا مش عجنينها بمية، احنا عجنينها بالزبادي واللبن الرايب، بيديها طراوة حلوة جدا، في نفس الوقت بيزود القيمة الغذائية بتاعتها. هخرمها بالشوكة كده عشان ما تقبش معايا. هدهنها بقى بالصلصة. طبعا انا سخنت الفرن، يعني اول ما بدأت ان انا احشي البيتزا فتحت الفرن بتاعي. هدهن كده الصلصة بالشكل ده. بعد كده هحط جزء كده من الجبنة الموتزاريلا، ممكن نحط جبنة شيدر، ممكن نحط اي جبنة احنا نحبها. انا بحب ان انا اعملها بالجبنة الموتزاريلا، وساعات بحط جبنة رومي. احط بقى جبن الحشو بتاعي العصاج اللي هو اللحمة المفرومة. بعد كده احط طبقة تاني من الموتزاريلا. حابين بقى تضيفوا طماطم، تضيفوا فلفل، زيتون، بس انا حابة ان انا اعملها خفيفة كده. مش في كل الحشوات بحب ان انا اضيف الزيتون والطماطم والفلفل والحاجات دي. في حشوات بحب ان انا اضيفهم، وفي حشوات لا. بعد كده هحط الجبنة الموتزاريلا كده زي ما انتوا شايفين، وادخلها الفرن. شايفين بقى شكلها بجد تحفة، وطعمها كان تحفة جدا، وطرية جدا. شايفين طرية ازاي بتتقطع معايا بكل سهولة. شايفين التانية، صلصة الطماطم اديتها لون حلو جدا. جربوها بجد هتعجبكم، وما تنسوش تحطوا لي رأيكم في الكومنتات، وتقولوا لي رأيكم في البيتزا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس.